هنتعرف على قرار إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي بكفالة مبلغ هنعرفه، ويذكر إن الفترة الماضية كان شاكر محبوس على ذمة قضايا نشر فيديوهات خرج بكفالة قدرها نص مليون جنيه بصدور القرار بإخلاء السبيل بكفالة 500 ألف جنيه بعد قرار حبسه بسبب عرض فيديوهات على منصة التيك توك عبر البثوث المباشرة اللي كان بيخرج فيها على متابعيه من أجل أن يتلقى الدعم. سبق وكان هناك قرار من جهات بإحالة شاكر للمحكمة من أجل محاكمته في قضية نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. في فترة التحقيق معه تم الكشف على أنه كان يدير الحسابات الخاصة به من أجل أن يحصد المساعدات والدعم المالي، وقال أمام جهات التحقيق: أنا بشتغل على السوشيال ميديا وكل اللي كنت بعمله علشان الناس تتفرج وأكسب من المشاهدات، ما كنتش أقصد أزعل حد ولا أخل بالقيم أو التقاليد. تم توجيه له عدد من التهم، منها نشر فيديوهات خادشة وأيضا غسل أموال وحيازة سلاح ومواد مخدرة. وفي آخر المستجدات تم الحكم بإخلاء سبيله بكفالة وصلت ل500 مليون جنيه على ذمة القضية. بعد شن حملة تطهير تم القبض على رواد منصة تيك توك وعلى رأسهم شاكر محظور والتيك توكر مداهم وعدد من الرواد في مجال البثوث المباشرة مثل سوزي الأردنية. وبعدها تمت متابعة جميع البلاغات اللي تم تقديمها بشكل دائم على المنصة. القبض على شاكر أثار جدل كبير، حيث أنه من أشهر المؤثرين في المصريين في المنصة وكان يحقق أرباح بالملايين، كما أنه كان سيدخل مجال التمثيل وظهر وهو يصور عملا فني، وكان متواجد مع نقيب الممثلين، كما أنه دائما يلتقي الدعم والترحيب من الخارج، لدرجة أن هناك من كان يستقبله استقبال الملوك في دبي والكويت على سبيل المثال.